تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان. يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. النهارده هنكشف كذبه مرتضى منصور في شخصيه ابو سنيده الوهميه، الشخصيه القطريه اللي كل ما يعمل مصيبه يقول لك ده ابو سنيده هو اللي عمل، ده ابو سنيده هو اللي قال، ده ابو سنيده هو اللي راح. يبعت رسائل وهميه لنفسه ويقول لك ابو سنيده. النهارده طبعا امبارح بالليل او النهارده الفجر كلنا صعقنا بالفيديو المتسرب لمرتضى. كان في حدود الساعة 1 او 12 ونص او 1 ونص بالليل. انا نزلته على القناة علشان الناس اللي عايزة تشوفه. وانا بأسف طبعا لكم قلة الادب والقاذورات اللي طلعت من بق مرتضى منصور في شخصيات محترمة، وشخصيات زي كابتن الخطيب والسيدة الفاضلة اخته وكابتن كهربا. قال عليهم اللي ما يتقالش من عيل عربجي. يعني مرتضى ده لو عربجي في الشارع ما يقولش الالفاظ القذرة اللي اتقالت دي مش الفاظ واحد يعرف ربنا. كل شويه يقول لك انا ربنا واقف معايا، انا ربنا حميني، انا ربنا ما بيوقفش مع المختلين قلالات الادب، ما بيوقفش مع الناس القذرة اللي بتطلع الفاظ قذرة على ناس شرفاء. امبارح مرتضى بعد ما الدنيا هاجت عليه راح منزل بيان ومنزل زي تويتة كده او بوست على الفيسبوك. كتب فيه ايه بقى؟ آم، تلقيت رسالة من ضابط المخابرات القطري ابو سنيدة بيأكد فيه انه نجح في الحصول على برنامج يقوم من خلاله بضبط تردد الصوت حتى تكون مقاربة لصوت رئيس نادي الزمالك. وتداولت بعض الصفحات والمواقع الاجتماعية خلال الساعات الماضية فيديو مسرب لمرتضى منصور وهو يسب محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ومحمود كهربا واخت كابتن الخطيب. المرتضى ابو سنيدة عن طريق اذنابه في مصر بنشر تسجيل صوتي مفبرك كاذب يسيء فيه إلى بعض الشخصيات لإحداث فتنة بينهم وبيننا. وقال مرتضى كمان ما حدث من الضابط القطري بأنه فاشل وعبيط لأنه لن ينجح في تقليد الصوت، متسائلا فأين صورته وهو يتحدث، مختتما بقول الضابط القطري يا أهبل بطل قذارة وتم كشفك أمام الرأي العام لمعرفة غبائك. طبعا كل ده هري وكل ده عبط، لأن مرتضى اللي كان بيسجل له كان ماسك الموبايل في إيده ومش هيقدر يصور، مش هيقدر يصور مرتضى وهو بيشتم الشتايم دي. لا، ده هو عامل تسجيل صوت وعامل وضع الموبايل بتاعه على تسجيل الصوت علشان يسجل لمرتضى وهو بيشتم وهو بيقول الكلام ده. اذا كان صحفي بقى ولا حد من داخل الزمالك ولا معرفش بقى، بس ظهر مرتضى منصور كان متصور، ظهره كان متصور وانا هجيب لكم دلوقتي ظهره في الفيديو. تمام. مرتضى ثم ده صوت مرتضى، يعني باين حتى لو في مليون برنامج دي طريقة مرتضى وده اسلوب مرتضى وده كلام مرتضى البذيء. فراح بقى عمل ايه بقى؟ راح ناشر طبعا البوست وكتب الكلمتين اللي انا قلته لكم دي، اللي قلت لكم عليها، اللي هو ان مرتضى كشف في ابو سنيده، وان مرتضى ابو سنيده بعت له رساله ان هو حصل على البرنامج او التطبيق اللي هيغير صوته. الرساله بقى بعتها ايه؟ يعني مرتضى لما صور الرساله كاتب ايه؟ مرتضى الراسل والمرسل مرتضى، وكاتب الرساله بتاريخ الخميس 8 اغسطس، يعني بتاريخ لسه ما جاش، احنا لسه اصلا يعني في شهر 7. 8 اغسطس ده لسه ما جاش، الساعه 1 بالليل. يعني هو منزل الرساله والبوست والبتاع الساعه 1 و48 دقيقه يوم الخميس 8 اغسطس. يعني حتى لعب في التاريخ غلط، يعني بيبعت رساله لل مرتضى بتاريخ لسه ما جاش. فلما مرتضى تدارك الخطأ راح مسح الرسالة بسرعة وراح نزل رسالة تانية هي راح شايل التاريخ وسايب الاسم. فمرتضى عنده ارتباك شديد. بس انا اللي عايز اقول لكم حاجة، ان مرتضى يعني بدأ نهايته قربت. انا عايز اقول بس للمسؤولين في الدولة،
ما طول ما مرتضى ما فيش حد بيقرب له، الناس بتشكك فيكم، الناس بتقول مرتضى محمي من الدولة ورئيس الدولة. ليه طيب تضعوا نفسكم في حالة قيل وقال من حتة عيل معفن زي كده؟ أنا عايز أسأل المسؤولين، إزاي مرتضى فوق القانون؟ مرتضى يحاسب. ثم أنا عايز أقول لكم على حاجة، من السهل جدا في حاجة اسمها بصمة صوتية، زي ما في بصمة إيد وفي بصمة عين وفي بصمة إبهام وفي بصمة عنصر وفي بصمة الصوابع بتاعت الإيدين، في بصمة صوت. أجهزة الدولة تقدر بسهولة جدا تتأكد من بصمة الصوت إذا كان ده مرتضى ولا لأ، إذا كان ده مرتضى ولا لأ. أنا عايز أقول لكم على حاجة، مرتضى منصور لو ما اتحاسبش هيحصل مذبحة جديدة في مصر بسبب مرتضى، لأن اللي بيحصل ده كتير. مرتضى مش عايز يجيبها لبره. طيب مرتضى بيقول عن الفيديو اللي عمله ده مفبرك، وإن الفيديو اللي عمله وقال إن هو أبو سنيدة وأم سنيدة وخالد سنيدة وكده مفبرك. طب الفيديو ده مفبرك؟ أنا عرفت وما بخافش قدامي، انا ما بخافش. هتقتلوني، هتلفوا لي قضيه، انا عامل فيديو سايبه لاولادي هيخلص على الكل. ما بخافش ولا شعر من راسي تتهز وطز فيكم كلكم. طيب اهو ده طلع الكلام ده اهو من حوالي يمكن 4-5 شهور، طلع وقال الكلمتين دول، قال انا عامل فيديو هخلص على الكل. عامل فيديو فيه ايه بقى يا روح امك؟ فيه ايه؟ ولا عامل فيديو لا بتاعه نخاع وابن مرة، والله العظيم نخاع وابن مرة. انا اسف ان انا بقول الالفاظ دي بس معلش، يعني هو يستحق اكتر من كده. الواد كريم حسن شحاتة طلع قبل كده ومعاه في نجم الجماهير، قال يبقى ماسك ورقة فاضية ويقعد يألف ويقول لك اهو انا معايا مستند يدين مش عارف مين ومعايا مستند يدين مين ويبقى ماسك ورقة فاضية ويقعد يبص له كده ومستغرب كريم. فلا عامل فيديو ولا مش عامل فيديو، ده واد هفا ابن 60 في 70، يعني ده نصه كلام ونصه هري ونصه عبط. الكلام اللي بيقوله ده ما يخلش على عيال صغيره. عامل فيديو قال مشكله الناس انها بتخاف منه، او في ناس في شريحه كبيره بتخاف منه وفي ناس بتديله بالجزمه ما بتخافش منه. مرتضى ما يخوفش نمله، مرتضى جعجاع، مرتضى بتاع 3 ورقات ينفع حاوي في سيرك. الدولة لازم تاخد حل معاه، لازم تشوف لها حل معاه، لأن كده طفح الكيل من مرتضى. ما ينفعش الكلام ده يا جماعة، ما ينفعش. قلنا مرة واتنين وتلاتة، يعني شرطة الآداب فالحة بس تروح تقبض على البنات بتوع التيك توك وسايبة الحلو ده عمال يشتم ويقل أدب على الناس كلها؟ ما تفهمونا. ماسكال البنات اللي هم عمالين يقولوا اغاني وبتاع ويقول لك بينتهكوا الاداب العامه، بينتهكوا مش عارف ايه. يا عم اقبض عليهم كلهم انا ماليش دعوه، لكن اقبض لنا على البيضه اهو قدموا للمحاكمه. ازاي الواد ده هو بره السجن؟ ما كلها بتتسجن. رؤساء جمهوريه واتسجن، مبارك واتسجن، مرسي واتسجن، يعني باقي ايه تاني؟ ما تسجنوه، انتوا خايفين منه ليه؟ ولا هو فوق القانون؟ وعبد العال بتاع مجلس الشعب ده فيه ايه يا عم؟ فيه ايه؟ كاسر عينك بايه مرتضى؟ علشان مش راضي تشيل عنه الحصانه. في ايه يا جماعه؟ معقوله رئيس الجمهوريه مش شايف المهازل دي؟ مش معقوله. معقوله الامن العام والامن الوطني مش شايف المهازل دي؟ مش معقوله برضو. اكيد الناس دي شايفه وعارفه، سايباه ليه؟ سايباه ليه؟ ما هو مرتضى كده كده بص، يعني نهايته قربت، نهايته قربت بجد. المفروض الراجل ده يتحاكم بالقانون، ما ينفعش كده. لازم مرتضى يتقدم للمحاكمه. مرتضى عمل شخصيه ابو سنيده عشان يبعت رسائل لكل الناس بشتيمه وقله ادب ويقول لك ابو سنيده اللي عمل ده، فلان اخترق موبايلي. يعني موبايلاتك دي يا مرتضى الارقام ما بتغيرهاش خالص، مش عامل ارقام وهميه، مش عامل ارقام اخرى غير الارقام اللي معاك، مستحيله يعني. ده الشخص العادي بيغير موبايله في السنه كذا مره وبيغير ارقامه في السنه كذا مره. انت بقى يا شخصيه عامه مش هتخاف لما تلاقي ابو سنيده وام سنيده وتعمل يعني ارقام خاصه ومحدش يقرب منها؟ انت بتكلم ناس هبل يا عم، بتكلم ناس دقين عصافير يا عم. في ايه يا عم؟
في ايه يا عم؟ هم خلاص يعني انت فاكر الناس كلها بوابين؟ فاكر كل الناس كلها زملكاويه؟ لا، في ناس بتفهم، في ناس بترد عليك. تكتب التويته بتاريخ لسه ما جاش وتقوله للناس، والتويته دي اصلا من تاليفك ومن اخراجك، وتروح مسحها. طب مسحتها ليه؟ مسحتها ليه من على صفحتك ورحت منزل واحده تانية وبرضه فيها كارثه تانية؟ الراسل مرتضى والمرسل مرتضى والتاريخ لسه ما جاش. يعني هو حب يعمل مفزلك كده، راح عمل حاجه بتاريخ قديم مش بتاريخ حديث. قصدي حب حاجه يعمل حاجه بتاريخ قديم، راح عملها بتاريخ حديث. ازاي؟ التاريخ لسه ما جاش. انا خلصت كلامي، وانا بصراحه انتظر النهارده في سيل فيديوهات. النهارده في سيل، انا مش هنزل 3، لا انا نزل كتير، انا نزل بتاع حوالي 6 7 فيديوهات النهارده. انتظرونا وادخلوا من حين لاخر للقناه عندنا، علشان مش كل الاشعارات بتوصل لكل الناس. اليوتيوب عمل حركه مش تمام، ان هو يوصل 3 اشعارات بس ليك في اليوم من اي قناه، علشان ما يبقاش في عندك سيل من الاشعارات وانت تتضايق وكده. فالنهارده في عندنا فيديوهات كتير، فما تحرموناش ان انتوا تدعمونا. انا بشكركم شكرا جزيلا، وقولوا لنا رايكم في الكومنتات ايه في الواد مرتضى ده اهو، والحل ايه معاه، علشان احنا خلاص غلوبنا واثرنا السلمه مره واثنين وثلاثه وعشرة. بس واضح ان واحد زي كده لا، ده ما ينفعش معاه الادب ولا الذوق، ده عايز يتشعلق ويتعلق من رجليه، وسول زكريا يجي يعلم عليه تاني. انا بشكركم شكرا جزيلا، وطبعا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل شير للفيديو ده على الاكونت عندك على الفيس. احنا عايزين الفيس كله يبقى عندنا في القناه، عايزين الفيس كله نوريه نسمعه صوتنا. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم.